محمد قريشي. Quant à l'absence du premier responsable de la Ligue professionnelle, c'est vrai qu'on aurait voulu, qu'il soit là, parmi nous, au niveau de l'atelier du professionnalisme. بعد أن ظلت حربا باردة لشهور طويلة تزينها اللقاءات الشكلية والتصريحات الدبلوماسية، يبدو أن الحرب بين رئيس الاتحاد الجزائري ونظيره من الرابطة المحترفة ستقرع طبولها بعدما صار رئيس الفاف خير الدين زاتشي لا يضيع أي فرصة لتوجيه الانتقادات لقرباج. وقرباج بين رئيس الاتحاديه وبين رئيس الرابطه ما يخدمش الكره الجزائريه، بل بالعكس يزيد يعفن الوضع اكثر. لا اعتقد انه رئيس الرابطه راح يرمي المشافه، لانه صحيح انه عنده دعم رؤساء الانديه، وهو اعلنها صراحه انه عنده نيه انه يترشح لعهده اخرى. هذا عيب واش راه يصرى. هذا رؤساء الانديه علاش نهضروا على الاشخاص، نهضروا على المؤسسات، وهنا لازم السلطات العليا في البلاد تتدخل. الرد لم يتأخر من قرباج برسالة مشفرة وغير مباشرة تؤكد أنه يريد البقاء كشوكة في حلق زاتشي بإعلانه الترشح لعهدة أخرى. أنا الأندية عندي ثقة فيا وراح نكمل العهدة تاعي، نزيد نترشح لعهدة أخرى، واللي يحب ينافسني يجي يترشح معايا. فهل سينجح قرباج بالصمود طويلا، خاصة وأن الوصاية تعتزم كسر أحد أجنحته من خلال إعادة الأمين العام يحيوي إلى مديرية الشباب والرياضة مجددا، ناهيك أن زاتشي ماض في كسب ود رؤساء الأندية وضمهم إلى صفه ليجرد قرباج من الدعم الذي طالما كان زاد قوته.